اهلا بيكم في قناتنا. النهارده هنستكمل مع بعض سلسله آم، حلقات او فيديوهات تصوير الحروف. والنهارده هنصور مع بعض حرف التي، وهنشوف ايه المطلوب. انا هستخدم كالعاده مع الحروف بستخدم خرز مقاس 6 اي لون تحبيه، وخيط سناره مقاس 40 والمقص بتاعنا. ويلا بينا نبتدي نشوف مع بعض هنعمل ايه المره دي. عندنا خيارين: يا اما نشتغل الحرف على جزئين، يعني نعمل جنب وجنب ونلزقهم او نشبكهم في بعض ونقفلهم مع بعض، يا اما نشتغلها كلها مره واحده. آه، انا بفضل ان انا لو الحرف ينفع اشتغله بطريقه واحده ان انا اشتغله مره واحده. فاحنا هنشتغله مع بعض مره واحده. هنبتدي باربع خرزات، وهنقفل في الخرزه الرابعه عشان نعمل اول غرزه رباعيه. وبعدين هنحط في الطرف الشمال خرزه، وفي اليمين خرزه، وهنقفل بخرزه في النص. بقى عندنا تاني رباعيه. وبعدين احنا هنشتغل الحرف ده مجسم، فاحنا هنعمل الجزء المجسم. بعدين خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين، وهنقفل بخرزة تاني في النص. كده بقى عندي 3 رباعيات. المرة دي هاخد خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين، وهاجي عند اول خرزة انا اشتغلتها وادخل فيها طرفين الخيط عكس بعض عشان اقفل واعمل الشكل او الضلع المجسم بتاعي. اديني دخلت الطرف اليمين، ودلوقتي هدخل الطرف الشمال في نفس الخرزة وهشد. اتعمل معايا الشكل المجسم ديت بالشكل ديت. وبعدين هبتدي اشتغل عليه 5 سطور تاني، يعني دي سطر، ده يعتبر كده سطر. هشتغل عليه 4 سطور تاني عشان يبقى الاجمالي بتاعهم 5. فهبتدي اخد الطرف الشمال احط فيه 3 خرزات، واقفل بالطرف اليمين. وبعدين بقى كده الطرف اليمين بتاعي هدخله في الخرزة النايمة على السطر من تحت. كده يبقى معايا خرزتين على طرفين الخيط. هاخد الطرف الشمال تاني وادخل فيه خرزتين واقفل باليمين. الطرف اليمين هدخله في الخرزة النايمة على السطر من تحت، والطرف الشمال هدخل فيه خرزتين واقفل بالطرف اليمين. دي اخر وش من، هي 4 اوجه او 4 وشوش، ده اخر وش. فهدخل الخيط اليمين بتاعي في الخرزة النايمة على السطر والخرزة القائمة اللي انا ابتديت بيها شغلي. فيبقى معايا 3 خرزات على طرفين الخيط، يبقى انا محتاجة خرزة واحدة احطها في اي طرف من الاطراف واقفل بالطرف التاني. وبكده اكون عملت السطر التاني من الجزء المجسم بتاعنا. انا هطلع على ده كمان 3 سطور، يعني هعمل نفس الخطوة اللي انا عملتها دلوقتي كلها عشان اقفل السطر التاني، هكررها 3 مرات تاني. كده انا خلصت خلاص اهو. عملت ال5 سطور المجسمة بتوعي، 1 2 3 4 5. ده الحرف الجزء الفوقاني. انا عايزة اشتغل الجزء التاني،
فانا عندي اختيارين. انا الخيط بتاعي طويل، فانا عندي اختيارين: يا اما اقص وافنش خيطي واشبك خيطي الجديد من اول هنا، يا اما افضل ماشية بالطرفين الخيط لحد ما اوصل للنص. هسيب خرزتين من هنا وهسيب خرزتين من هنا، وهشتغل في الخرزة التالتة اللي هي هتبقى في النص يعني. فانا هوريكم ازاي نمشي بالخيط بدل ما نقصه ونفنشه ونبتدي بخيط جديد، خسارة. او هفضل ماشية بس مش هعمل تقاطع، يعني مش همشي على طول، همشي مع اتجاه الخرز نفسه لحد ما اوصل للخرزة اللي انا عايزة اخرج منها بالشكل ده. انا عايزة اخرج من الخرزة دي، فهنزل في الخرزة اللي فوق دي اهو، وبعدين الطرف ده هيطلع من الخرزة دي. يبقى انا كده خلاص خلصت الطرف ده، فاضل الطرف التاني. همشي، ما بعملش تقاطع، يعني ما بجيش في خرزة امشي على طول كده، لا انا لازم امشي مع اتجاه الخرز الرباعي علشان شكل الخيط ما يبقاش باين في النص، يبقى شكله مش ظريف. فانا اهو بمشي بالخرز بالخيط جوه الخرز بالشكل ده. انا عايزة اخرج من الناحية التانية، انا خرجت بالطرف ده من الناحية دي، فعايزة اخرج من الخيط من الطرف التاني بالناحية العكسية او المقابلة ليها اهو كده. وفي نفس الخرزة اللي انا خرجت منها طرف الخيط هدخل الطرف التاني بالشكل ده. خلاص كده انا بقى طرفين الخيط خارجين من الخرزة دي. لو انتي مش عايزة تمشي بالقصة دي كلها، اعملي فنشي خيطك عادي جدا ودخلي الخيط بتاعك في الخرزة دي، هيبقى طالع برضو من نفس الخرزة دي الطرف اليمين والطرف الشمال. طيب دلوقتي هنبتدي نشتغل الجزء الطويل بقى، اللي هو هيبقى عبارة عن 5 غرز، مع الغرزة دي يبقوا 6 غرز. يعني انا عاملة دي غرزة اهي، فانا هكمل عليها 5 غرز تانيين. هكمل ازاي؟ هكمل بنفس الطريقة بتاعتي. هحط في اي طرف من الاطراف، انا هحط في الطرف الشمال 3 خرزات، وهقفل بالطرف اليمين. هاجي بقى هنا الخرزة النايمة دي ادخل فيها طرف الخيط اللي هي دي، وبعدين اخد خرزتين وادخلهم في الطرف الشمال واقفل بالطرف اليمين واشد. وهاجي هنا عند الخرزة دي اللي هي دي، انا بشتغل كله في محيط ال4 خرزات اللي في النص. هدخل الخيط بتاعي وبعدين هنحط خرزتين في الطرف الشمال ونقفل باليمين. ودي اخر وش للجزء المربع بتاعنا او ال4 اوجه. فهدخل الخيط بتاعي في الخرزة اللي في النص دي، انا مش عارفة هي باينة معاكم ولا لا، اللي هي دي. هدخل الخيط بتاعي الطرف اليمين طبعا هدخله فيها، وبعدين اطلع ادخل الخيط تاني في الخرزة اللي انا ابتديت بيها علشان ده اخر وش هنقفله مع بعض. وبكده يبقى احنا معانا على طرفين الخيط 3 خرزات، فانا محتاجة خرزة رابعة اقفل بيها في اي طرف، احطها في اي طرف واقفل بيها الشغل بتاعي. وبعدين
هكمل دي كده الغرزة التانية. ادي 1 2، يعني انا فاضل لي عشان اكمل ال6 غرز فاضل لي 4 غرز. هكملهم بنفس الطريقة بتاعتي، ان انا هحط في طرف الخيط 3 خرزات في الاول، وبعدين اقفل بالطرف اليمين وادخل الطرف اليمين في الخرزة اللي عليها الدور او النايمة على السطر من تحت، والطرف الشمال هدخل فيه خرزتين واقفل الطرف اليمين ادخله في الخرزة النايمة على السطر من تحت، وبعدين خرزتين في الطرف الشمال اقفل بالطرف اليمين وادخل الطرف اليمين بتاعي في الخرزة النايمة على السطر من تحت، وعلشان ده اخر وش هدخل كمان الخيط بتاعي في الخرزة اللي انا ابتديت بيها السطر، ويبقى كده معايا 3 خرزات على طرفين الخيط. يبقى فاضل لي خرزة هحطها في اي طرف من اطراف الخيط واقفل بالطرف التاني ونشد الخيط بتاعنا كويس، وبكده نكون كملنا الغرزة التالتة. انا هشتغل 3 غرز تانيين بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها اللي فات كله. كده احنا خلصنا خلاص ال6 غرز بتوع الضلع ديت. ادي 1 2 3 4 5 6، وبقى حرف تي جاهز عندنا. هنفنش الخيط بتاعنا زي ما احنا متعودين ونكمل مع بعض. خلاص كده احنا فنشنا الخيط بتاعنا، فاضل بس نركب الميدالية بتاعته. فاحنا ممكن نركبها يا اما نركبها في النص بالشكل ده، يا اما نركبها على الحرف، طبعا ده يرجع لك. انا بحب اركبها على الحرف. فاحنا بندخل الخيط بتاعنا في الخرزة وبندخلها في اول حلقة من حلقات الميدالية، ومبدئيا بنروح عاملين عقدة وندخل العقدة جوه الحلقة وندخل تاني في الحلقة بتاعة الميدالية ونعمل عقدة تاني ونداري الخيط بتاعنا او العقدة بتاعتنا في قلب الخرزة نفسها بالشكل ده. ونفنش الخيط بتاعنا نقصه خلاص. ويبقى عندنا حرف تي جاهز بالشكل ديت. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون خفيف وبسيط وان انتوا تكونوا استوعبتوا الفكره. واحنا ممكن نشتغل كل جزء لوحده زي ما متعودنا ان احنا هنعمل بقى سطر مش رباعي، هنعمل اسفه مش مجسم، هنعمل 4 يعني هنعمل 5 غرز لوحدهم كده مش مجسمين، وبعد كده ننزل 6 ونعمل قطعة تاني ونشبكهم ببعض من خلال الخرزة اللي بنعملها على الجناب داير ما يدور. دي اسهل، تطلع كلها مرة واحدة وتطلع مظبوطة جدا ومقاساتها كويسة. طبعا لو انت عايزة تكبريها هتزودي في الطول او في العرض مفيش مشكلة، هو المقاس بالنسبة لي ده مناسب. اتمنى ان الفيديو يكون سهل وخفيف، واتمنى ان انتوا لو في اي حاجة انتوا محتاجينها وعايزين لها فيديو يا ريت ابعتوا لنا على القناة طبعا، او ابعتوا لنا صورة الحاجة اللي انتوا عايزينها على الصفحة M&S for crochet. واشوفكم فيديو قريب باذن الله. مع السلامة.